بريطاني يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإتقانه للهجة السعودية. في عالم التواصل الاجتماعي يبرز البريطاني جون بن لندن كظاهرة فريدة بإتقانه المدهش للهجة السعودية، كما أنه تأثر بحياة البدو وتقمص شخصيتهم. نتابع. أكيد مشاهدينا ينضم معنا عبر الاتصال الرقمي جون بن لندن، بريطاني عاشق للثقافة السعودية. يا هلا وسهلا فيك جون. يا مرحبا بك. حياك الله. وأيضا صديقها السعودي عبد الرحمن الجهني. يا هلا وسهلا فيكم، نورتونا خلال شاشة استوديو SBC. الله يحييك. يا هلا وسهلا فيكم. يا مرحبا يا مرحبا، ان شاء الله نطلع بصورة طيبة باذن الله. يا هلا وسهلا. حياكم الله. بالبداية جون، أكيد حابين نعرف عن تعلمك اللغة العربية وتحديدا اللهجة الخليجية واللهجة السعودية. كيف قدرت أنك تتقن اللهجة بهذه الطريقة، وكم أخذ منك وقت أنك تتقن اللهجة؟ والله صراحة يعني ما أخذ وقت كثير. أنا للأسف الشديد ما جاتني الفرصة إني أدرس اللغة العربية. فكيف تعلمت عن طريق المبتعثين السعوديين ومسلسلات باليوتيوب من تلفاز 11. فقبل كنت موظف بالهارد في لندن، وزي ما تعرفون في الزباين واجد عرب. صحيح. فإذا هم جو دائما كنت احاول اسولف معهم بالعربي، لكن لغتي كانت مره متكسر. بس قلت يلا ادعس يا ولد. فالكل اللي جو كنت اسلم عليهم، اروحهم على القهوه، وبديت اني امارس اللغه. بعدين رجعت ديرتي نوتنغهام، وصراحه ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا مبتعثين واجد. فخشت معهم وبديت اني اتعلم اللغه وانتقل اللهجه السعوديه. ما شاء الله تبارك الله. انت يا جون مو تعلمت اللغه، انت اتقنت اللهجه المحليه. يعني ما شاء الله تبارك الله لهجتك على قولتهم سعوديه خالصه. لكن الشيء اللي خلاني استغرب جون، يعني انت الان وين جالس؟ في الدوادمي ولا وين؟ قاعد اشوف يعني جالس في مجلس تراثي، وين جالس انت؟ لا هذه شقتي في نوتنغهام في بريطانيا، لكن قلت ابي اثث بيتي كاني في الدوادمي عشان اذا جيت هنا انا ما احس في الغربه. ناقصه الناقه يا طويل العمر، حولك ذو دنياق ولا لا؟ النياق والله لين يمك ما عندي الحلال، بس رفيقي في الدوادمي هو عنده بعير والسمه في الاسمي، فخلاص الحين صار حلالي. كفو تستاهل. واضح ما شاء الله جون انه يعني اصدقائك مو مقصرين، وفعلا يعني عرفوا كيف انهم يعرفوك على الثقافه. كيف كانت تجربتك في اكتشاف تاريخ السعوديه والثقافه السعوديه؟ يعني كيف كانت هذه التجربه اللي فعلا خلتك تحب هذه الثقافه؟ والله شوف صراحة من الشعب، يعني أنا حبيت الشعب وما عرفت وعشرت الشعب، يعني ودودي أكثر وأكرم من الشعب السعودي. فهذا وش اللي يخلني عندي رغبة إني أتعلم كل شيء عنهم. فكنت أقرأ الكتب وأحاول إني أفهم كل شيء من التاريخ ولا التراث. ومع الجلسات معهم ما قصروا، يعني يجلسون كانوا يعلموني قصص تاريخهم واجدادهم. فهذا خلني عندي فضول اكثر اني اتعلم كل شيء، ولين الحين اني لسه قاعد اتعلم منهم. ما شاء الله تبارك الله. واكبر دليل يعني صديقك عبد الرحمن الجهني. عبد الرحمن يعني ما شاء الله تبارك الله قاعد اشوف جون منطلق باللهجه، لكن السؤال هنا، هل انتم علمتوه؟ هل هو يتعلم منكم؟ عطني الخلطه، ايش الكيمياء اللي صايره هذه ما بين مبتعثين وما بين شخص بريطاني اتقن هاللهجه ما شاء الله تبارك الله؟ والله ما شاء الله، اول شيء ارحب فيكم، الله يجزاكم خير على هذه الاستضافة. بالنسبة لجون يعني كان يعني انسان يحب السعودية ويحب الثقافة السعودية، فاختلط معانا، وكان هو اصلا عنده يعني حب التعلم والاصرار. وثاني شيء يعني كافح ونروح اماكن، وسواء يجينا في جامعاتنا، فكان يعيد الكلام، يعني في بعض الكلمات يعيدها ويحاول يجيبها في اللهجة السعودية. وما شاء الله عليه اجتهد، وهذا الناتج، وما زال مجتهد والله. بس والله صراحة يعني أنا تعلمت أكثر منهم اللي هم علموا مني. أنا أحس أنا ما كنت أفيدهم كثير. لا والله بالعكس، والله استفدنا منه كثير، يعني سواء بأمور حتى في أمور الأشياء عملية في الإيميل، تنظيم الوقت، والصراحة تعلمنا واستفدنا منه بأشياء كثيرة، يعني أفاد واستفاد بنفس الوقت.
أكيد أنكم ما قصرتوا مع جون وهو أكيد ما قصر معاكم. جون، حكينا عن حياتك في الخليج، كيف أثرت عليك؟ كيف أثرت على هويتك الشخصية؟ هل تحس أنه صار في عندك تضارب داخلي كذا بين الثقافتين ولا لا؟ اي والله مره. شوفوا ترى انا عايشت الاول 8 سنوات حياتي في الامارات وعند البدو هناك، فهذا يعني قبل ما جيت هنا انا حسيت اني انا مره انجليزي، لين يوم اني تحت في بريطانيا واكتشفت لا يا ولد انت بدوي مالك دخل بالانجليز. فلما جيت هنا فعلا انا حسيت في الغربه. ترى كنت اقول للوالد والوالده انتم يعني وش جابوا لنا هنا؟ فكان دائما عندي رغبه اني اتعرف على العرب ولا البدو والسعوديين. وفي تضارب يعني داخلي من بين الثقافتين. اقول لكم الصراحه احس اني انا عارف انا ماني سعودي، لكن انا احس اني سعودي اكثر من اني انجليزي. يعني حياتي الخاصه كلها سعوديين، فللدرجه يعني انا عشرتهم. اول مره اني جيت السعوديه اللي كانت في البدايه 2023 ما حسيت بأي شعور غريب، أنا حسيت أنا بالمكاني. ففي تضارب، يعني أنا أعرف أنا إنجليزي وأنا بين ثقافتين، لكن يعني من داخل أحس إني سعودي أكثر. الله عليك يا جون. جون يعني أنت خوينا وإحنا أخوياك بعد، يعني ما أتوقع إنه فيه فرق في الموضوع. أكبر دليل جون أبغى أرجع لجيتك للسعودية الرياض، بعدين رحت الدوادمي. عطني تجربتك بالدوادمي وكيف شفت الدوادمي، كيف شفت الحياة هناك. أنا حسب ما شفت وسمعت منك أنك انبسطت وحبيت الدوادمي. والله أقسم بيت الله دوادمي، إذا طلعت من الدوادمي نعم يجيك الذيك، يعني شيء مرة يضايق الصدر. تكاك أنا نسميها استمتعت جون. في الدوادمي. اي والله الدوادمي واهل الدوادمي ذولا اخواني. يعني عندي رفيزي، هو مو برفيزي، هذا اخوي دكتور سلطان الرويس، واخواننا يعني عندهم قبول شيء مو طبيعي. يعني فعلا حسيت اني انا منهم. انا احب البساطه والحياه البداوه ونطلع عند البل. الله. وترى كل اهل دوادمي كلهم يرحبون فيني، ما سكت الشاص يا جون. القهوه والعزايم. اي اكيد سكت الشاص. ترى كيف التجربه؟ هذه السياره المفضل بالنسبه لي. أيوة. والله الشاص اللي يجيب الراس. اي الله والله. ف لا صراحه يعني انا مره حبيت الدوادمي وانوي ارجع. يعني كل مره اذا رحت السعوديه مستحيل اني ما اروح الدوادمي. اي والله. انك دائما تنورنا جون. جون، طب قول لنا ايش في اماكن ثانيه زرتها؟ هل زرت اماكن ثانيه، مناطق ثانيه في السعوديه؟ هل في اماكن حاب انك انت تزورها في المستقبل؟ الله والله اول اني جيت السعوديه اكيد نزلنا بالرياض، وترى كان حلم اني اشوف حي طريق في الدرعيه. واول يوم اني نزلت كنت بنتظر يجي العيال، قلت لا ما علي منهم. ركبت الكريم ورحت هناك، وكنت بالدرعيه من الصباح لين المغرب. ولا اكيد فرحت الرياض ورحت الدوادمي، رحت العفيف، حويه، الدوم، خذينا عمره فرحت مكه، ورحت القصيم. ترى يعني سنوات قبل ما جيت في مخبز اسمه روز ريبن، قلت لازم اني اذوق الكيك عندهم. رحت عندهم. أيوة. الذذ كيك بالقصيم. وللدرجه خوي من الدوادمي ذاقه قال انا ابي يفتح فرع في الدوادمي. الله عليك. بس في اماكن كثير ابي اكتشف في السعوديه، خصوصا حايل. يعني من احلامي اني ازور حايل واشوف جمال جبل شمر. ابي اكتشف الجنوب، اروح للعسير، ابها، نجران. صراحه لا تنقذنا بالغرب. اي اكيد انا بجي عند الرجال باليم. اي والله. وين يا عبد الرحمن ينقذكم؟ وين موقعك؟ اشوف كل منطقه. والله احنا بالغربيه في ينبع. اجل جو دول لا يتعداكم. انا سمعتكم تقول ينقذنا، امسكوه. لا ما يتعدى ان شاء الله. طيب جون، انت قبل شويه ذكرت انك رحت القصيم، جربت بعض المخبوزات. في فيديو نبي نعرضه وبنرجع نعلق معاك عليه، خلونا نشوفه. هذه بنت أختي مارغو. How are you, Margot? Good. You're good? Yeah. وهذا ولد أختي Max. Go. What did you say about these? I really like these. You really like these. Do you know where these are from? South
Saudi Arabia. Do you know where they're from in Saudi Arabia? So this is from a place called Qasim, and it's called. Do you know what this is called, Margot? It's called Kaleja. Kaleja. Okay. I thought it was rice. No. This is called Kaleja. But you said you like it, right? Yeah. Yeah, you liked it a lot. Cool. You like it, huh? بالعافية بالعافية. But you like it? It's good. بالعافية بالعافية بعدي والله. جون، اول شيء شلون مارغو وماكس كيف حالهم؟ والله الحمد لله طيبين. انت جبت لهم كليجه وحبوا الكليجه وقاعد تعلمهم فيها، ايش هو انطباعهم لما تجيب لهم اكلات من السعوديه؟ وشفناك برضو بفيديو قاعد تجرب التمر السعودي، وشفناك بفيديو قاعد تصب الدله السعوديه والمسكه باليسار وطقه الفنجان، انت وصلت مرحله من الاحتراف. جماعه كوهلك وناسك في لندن لما يشوفون هالشيء هذا او في بريطانيا ايش يقولون لك؟ والله شوفوا يعني بنت اختي ماغو يعني خلاص يعني مره يعني تعجب للكليجه، يعني زرفت الكليجه كلها وكليتها. بس انتباعهم يعني الانجليز بشكل عام يعني عندهم فضول، يعني يحبون يستكشفون الثقافات المختلفه. يعني مثلا زميلتي العمل ماي، هي ما عرفت اصلا وين السعوديه قبل. من هي؟ يعني ماي سميث؟ ما عندهم اي الله مي سميث. فعندهم فضول يبون يعرفون. اكيد هم ممكن سمعوا شيء يعني غير ايجابي عن السعوديه قبل، صح. بس ما عندهم تجربات. فانا احب اني تعرفهم على الثقافه يعني كذا يعني بشويش، وبعدين هذا الشيء ترى يعني ياثر ويتغير وجهه نظرهم. يعني مي الحين خلاص تبي تزور السعوديه مره، يعني شافت اشياء وقالت انا ما كان عندي اي توقعات ان السعوديه كذا. ف يعني يلعب دور، ويعني انا شفت صراحه يعني ردودة فعلهم مره ايجابي. صراحة شيء جميل جون، يعني أنت استخدمت حتى منصات مواقع التواصل الاجتماعي في أنك تنقل هذه الثقافة بسبب أنك أعجبت في هذه الثقافة وتمسكت فيها وحبيتها وتعلمتها يمكن حتى بالشكل الصحيح أكيد من أصدقائك في السعودية. بالنسبة لمارغو وماكس، ما زاروا السعودية، هل ناوي أنك تجيبهم السعودية يتعرفوا عليها؟ والله لسه ما زاروا، بس إن شاء الله بإذن الله يعني أنا بجيب لهم السعودية واخلي مارغو تذوق الكليجه بالقصيم. الله خليهم يجون ينبسطون عندنا، نمشيهم في الرياض وبموسم الرياض، وناخذهم جوله في الجنوب، ونخليهم يمرون على جده وبعدين يروحون نيوم وينزلون على العلا وجمالها ويتمشون في حايل، راح ينبسطون باجواء السعوديه ومناطق السعوديه. انا ابغى عبد الرحمن صراحه، يعني انا بقول عنكم انتم من الشباب اللي فعلا نقول عنكم كفو، لانكم انتم السفراء لنا احنا كسعوديين في الدول الاخرى. فلما نشوف يعني مثل جون حب الثقافه السعوديه وحب انه يتعلمها، فهالشيء هذا اكيد ينعكس عليكم انتم عبد الرحمن، لانكم كفو واثبتوا سمعه السعوديه واثبتوا سمعتكم بشكل جيد. ابغاك تنقل لي التجربه اللي دائما تشوفونها من الاجانب تجاه السعوديه لما تجيبون طاريها او يشوفون عنها شيء، ايش هي الصوره تشوفونها عبد الرحمن؟ والله اول شيء الحمد لله على الحكومه الرشيده والفرص المتاحه من حكومتنا الرشيده. يعني عندنا فرص كابتعاث او اي احد ينقل، هذه تعتبر ثقه. صحيح. انه الواحد يطلع كعلاج او كابتعاث او كسياحه ايضا. فالحمد لله الفرص هذه لابد الواحد يستثمرها ويبين الصوره الحقيقيه للتراث او للتقاليد والاسلوب الطيب، ونقل كل ما هو ايجابي صدقت في بلد الغربه. يعني ولله الحمد مهما يعني قابلنا سواء في دراستنا او في الشارع حتى ننقل الصوره الحسنه ولله الحمد. يعني شيء طيب ان كل سواء المبتعثين وغيرهم حتى والله السائحين من السعوديه، يعني يا رب لك الحمد طلعنا صوره طيبه، وهذه الصوره الحقيقيه لمملكتنا. فولله الحمد. اسال الله ان يجعلنا على قولهم نتجمل ونطلع بصوره حسنه وتصب ان شاء الله باذن الله، وننفع فيها البلاد سواء دراسه او ثقافه، ننفع البلاد وباذن الله نطلع الصوره الطيبه لهذا البلد الطيب.
يعطيكم العافية. أكيد يعني أنتم الشباب السعوديين أكيد أنكم ما قصرتوا في نقل هذه الثقافة الجميلة. أكيد نشكركم جون بن لندن وكمان عبد الرحمن الجهني، يعطيكم ألف عافية ونورتونا من خلال شاشة استوديو SBC. شكرا لكم. أكيد ريم استمتعنا صراحة معهم، وبرضه شفنا شخصية جون بن لندن، يعني شخصية الجميلة والرائعة اللي تشرب الثقافة السعودية وكانه فعلا من مواليد الدواتي.